اخصائي نفسي ولسه شايف ان الفيسبوك هو المكان اللي انت من خلاله بتنزل الصور الحلوه الجميله اللي انت فيها بتتحدى زمايلك واللي انت قاعد على البحر وبتهزروا مع بعض. عايز اقول لك ان النهارده الفيسبوك بقى بالنسبه لك عباره عن ساحه معركه تقدر من خلاله انك تحارب على ان يكون لك شغل من خلاله. بص، لو انت جد في شغلك ففيسبوك مش معمول عشان بس تنزل الصور والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، ولا ان انت كنت في المطعم الفلاني ولا الكلام ده كله. لا، ده معمول للحاجات دي وحاجات تانية برضه. فيسبوك بعتبره من المنصات الجبارة جدا اللي ممكن تخليك توصل لناس كتير، وتقدر من خلاله تبني اسمك، وتقدر ان انت تستفيد منه كمنصة. عشان كده انا طالب منك 3 حاجات. الحاجة الاولانية هي انك تشارك خبرتك مع زمايلك في المجال. يعني بدل ما كل واحد فينا شغال لوحده ونبدأ نتكلم عن التحديات اللي بتقابلنا، نبدأ نتكلم عن الحالات اللي بنمر بيها او بنشتغل معاها، نبدأ نتكلم عن المواقف اللي محتاجة رأي مهني وابدأ انقله للناس. الكلام ده كله صدقني بيبني احترام وبيبني شبكة علاقات قوية جدا حواليك بتعزز من شغلك. النقطة الثانية هي ان انت تقدر ان انت تقدم استشارات نفسية حقيقية ومفيدة وبتتناسب مع المنصة وبتتناسب مع طبيعة الحاجة اللي انت بتتكلم عنها. مش لازم الاستشارات تكون فردية وبشكل شخصي، بس انت ممكن تعمل بوست معين بيتكلم عن حاجة معينة، مثلا زي القلق، زي الاحتراق النفسي، الحاجات اللي بتحصل معانا في الشغل كل يوم، وتبدأ تشرحها ببساطة. والناس في الوقت ده بتحب تفهم، الناس بتحب اللي يكلمها من غير ما يعقد لها الدنيا، واللي يا سلام كمان لو انت بتجاوب على اسئلتهم من قبل ما يسألوا. الحاجة الثالثة هي انك تبدأ تخش على الجروبس الموجودة في مجال تخصصك. جروبات كتير قوي موجودة على الفيسبوك فيها اخصائيين نفسيين تقال عندهم من الخبرات الحاجات التقال الكبيرة جدا. الجروبات دي انت ممكن تبدأ ان انت تتبادل معهم الخبرات، تتعلم منهم، تنقل لهم حاجة معينة، تنقل لهم رأي مخالف للي عندهم، تتناقشوا في حاجة زي كده. وبالتالي انت ممكن من خلال الجروبات دي توصل لناس ممكن ترشحك لشغل في شركة او لشغل في مستشفى او لشغل في عيادة معينة، او ان انت تكون حد من السبيكر اللي موجود في اي ايفنت موجود في المجال بتاعك. باختصار الفيسبوك مش بس للبوستات العادية، لا، انت ممكن كمان يبقى منصة للعيادة بتاعتك. غير لو انت عندك منصة شخصية ممكن يبقى منصة تانية بالنسبة لك تبدأ من خلال تستقطب عملاء، وفي نفس الوقت ان انت تشارك ابناء مجالك بالمعلومات اللي عندك.